لكن نعمل ايه بقى؟ المتكهرب كالعاده يضيع لك، وعمر كمال تاني، وخالد عبد الفتاح يضيع، ونخرج بالشكل المضحك قوي ده. ما هو ملوش اي علاقه تانية، يعني انا ماسك نفسي بالعافيه. تخرج زي العبيط بعد ما كنت خلاص رايح تلعب الريال، والريال بيجهز نفسه بيتكتك التكتيك اللي هيلعبه قصادك الماتش بتاع يوم الاربع، في ثانيه بتخرج. انا مش عارف ليه بجد كجمهور اهلي بيحصل فينا كده، نفضل نتعشم ونخرج في اخر ثانيه بسبب استهتار وتخاذل وعدم وجود صفقات في الفرقه. وفي عهد كولر كذا بطوله بتخسرها بسبب ضربات الجزاء. بجد بجد انا مش قادر اتخيل ازاي فرقه بحجم النادي الاهلي ما بتعرفش تلعب ضربات جزاء. ده طبعا بعيدا عن الكوارث اللي بتحصل في الماتش وانك بتضيع فرص. في النهايه هسيب لكم الكومنتات تقولوا اللي نفسكم فيه. وسؤال اخير بس، هل الشكل ده اللي احنا هنلعب بيه في شهر 6 الجاي في كاس العالم للانديه قدام الدنيا كلها، هتقول لي هنجيب صفقات؟ هقول لك لا. لا، ما فيش الكلام ده. ما تقوليش الجمله دي تاني، ما اسمعش انا جمله هنجيب صفقات دي. ما عنديش ثقه 1% اننا نجيب لاعب يليق بتيشيرت النادي. فبس ما اطولش عليكم، شكرا على المشاهده. ولو عايز بقى تشتري مثلا تيشيرت فريقك المفضل بافضل خامه واقل سعر، تقدر تخش